ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ قصة النهارده تعالوا نكسب حسنات كتير ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قصتنا النهارده قصة مالك وشجرة التفاح. كان يا مكان، كان في طفل اسمه مالك بيعيش في مكان قريب من الحدائق. كان يوميا يدخل الحديقة ويفضل يجري ويلعب فيها لحد ما يتعب ويقعد يرتاح تحت شجرة كبيرة هي شجرة التفاح. ولما كان بيجوع كان بيقطف تفاح من على الشجرة وياكله لحد ما يشبع. ومرت الأيام والسنين وكبر مالك وبقى عنده حوالي 7 سنين. بقى يروح للحديقة علشان يتمشى بين الزرع والشجر، بس ما بقاش مهتم انه يلعب مع الشجرة زي زمان. ومع مرور الوقت بقى باين على وش مالك الضيق والحزن. وفي يوم وهو بيتمشى من قدام الشجرة قالت له تعالى العب معايا زي ما كنت بتعمل زمان. بس مالك رد عليها وقال لها لا، مش عايز العب. فالشجرة استغربت جدا من رد فعل مالك وسألته عن سبب اللي مخليه كده. قام مقاطعها مالك وهي بتتكلم وقال لها انا مش عايز العب وسط الزرع والشجر، انا عايز يكون معايا العاب حقيقيه العب بيها، وده مش ممكن يحصل ابدا الا لو كان معايا فلوس كتير اشتري بيها الالعاب اللي انا عاوزها. قامت قالت له الشجره بس انا مش معايا فلوس عشان اديها لك، بس انا عندي فكره حلوه ممكن تخليك تعرف تجيب بيها فلوس وتشتري اللي انت عاوزه. فرح جدا مالك وقال لها ايه ده بجد؟ طب ازاي ده ممكن يحصل؟ ردت عليه الشجرة وقالت له انت ممكن تاخد التفاح اللي عندي وتروح بيه السوق وتبيعه وبتمنه تشتري بيه الألعاب اللي انت نفسك فيها. فضل مالك يجمع في التفاح من على الشجرة وخده وراح بيه السوق علشان يبيعه ويجمع فلوس كتير ويشتري بيها كل اللي محتاجه. ولكنه ما بقاش يفكر في الشجرة تاني ومرجع لهاش تاني الحديقة، وفضل يلعب بألعابه الجديدة بس. وكانت الشجرة يوميا بتستنى مالك انه يجيلها، بس هو ما كانش بيروح لها. وده بقى مخليها حزينة ومهمومة علشان ما بقاش في حد بيجي يسأل عليها. ومرت الأيام والسنين ورجع مالك مرة تانية للحديقة. ففرحت الشجرة جدا عشان شافت مالك وسألته عامل ايه يا مالك؟ شكلك متضايق، انت محتاج تشتري ألعاب تانية؟ فضحك مالك وقال لها لا، انا مش محتاج ألعاب، انا بقيت راجل كبير وفاهم، كل اللي انا محتاجه بيت جميل عشان اتجوز فيه، بس المشكلة ان امكانياتي مش مسامحة بكده. قامت قالت له الشجرة طب ما تاخد الفروع بتاعتي وتبني بيها البيت اللي انت عايزه. وافق مالك طبعا وقام بتقطيع فروع الشجرة ومشي وبنى البيت اللي نفسه فيه واتجوز وما سألش عن الشجرة تاني. وفضلت الشجرة قاعدة متضايقة وزعلانة وفاتت سنين قليلة ورجع مالك للشجرة علشان كان عايز مركب صغيرة. وزي كل مرة قالت له الشجرة خد جذوعي واعمل منها المركب اللي انت عايزه. فعمل مالك كده فعلا. الشجرة بعد كل اللي عملته مع مالك وعطائها المستمر ده ما تبقاش منها غير شوية جذور، وعاشت على الحال ده سنين وسنين. وبعد ما عدى وقت كبير جه مالك بقى بعد ما بقى راجل كبير عجوز. ففرحت الشجرة جدا لما شافته، لكن المرة دي مالك كان باين عليه التعب والحزن وفضل يعيط بشدة. قالت له الشجرة مالك بتعيط ليه؟ قال لها انا بقيت عجوز وتعبان ونفسي ارتاح. ردت عليه الشجرة وقالت له ارتاح، انا عندي جذور ما بتموتش وهي احسن مكان هيخليك مرتاح. المستفاد من القصة لما تلاقي حد بيحبك من غير سبب وبيديلك كل اللي عنده وبيفضلك عن نفسه، فانت واجب عليك انك تبادله نفس المشاعر الايجابية دي حتى لو هتسأل عليه بس وتحسس ان هو مهم عندك. لان اهمالك ليه بيخليه متضايق، ولما تقرب منه بس علشان مصلحة شخصية بتخليه يحس ان هو ملوش قيمة. اللهم اهدي أحبتي ووفقهم واحفظهم في حياتهم وبارك لهم في رزقهم وذريتهم وتمم عليهم الصحة في أبدانهم واكتب لهم صباح أمل وتفاؤل وانشراح. اللهم ابعد عنهم كل حزن وشقاء ويسر أمورهم بنور وضياء. يا رب تكون قصة النهاردة عجبتكم. باي باي يا أصحابي.